اهلا مواليد برج الحمل، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا من الفيديو اللي فات. برج الحمل النهارده ان شاء الله هنعمل القراءه ليك، والقراءه دي هتكون للاسبوع الاول من شهر فبراير عام 2025. هنتكلم عن العاطفه بشكل تفصيلي، هنتكلم عن العزاب، عن المرتبطين، عن المنفصلين، عن الكراش، هنتكلم عن طاقتك، طاقه الحبيب، مشاعرك تجاهه ومشاعرك تجاهك، شايفك ازاي وايه نواياه وايه خطواته القادمه. كمان هنشوف لو انتم منفصلين ومبتعدين منكم مسافات، هل في عوده مؤكده اثناء الاسبوع الاول من شهر فبراير ولا لا؟ ولو انت شريك برج الحمل وعايز ترد مره ثانيه خايف رد فعل برج الحمل، هقول لك ايه هو رد فعل برج الحمل. هيقبل بعضك مره ثانيه لا؟ هيتقبلك في حياته مره ثانيه لا؟ كمان هنشوف لو في تدخلات اهل واصدقاء ولا علاقه ثلاثيه. طب لو هي علاقه ثلاثيه مكمله معانا ولا منسحبه ولا بتعمل معانا اثناء القراءه، كل ده هنتكلم عنه اكتر. بس قبل ما نبدا بتمنى منك تعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه تواصل على الواتساب اللي موجود في صندوق الوصف، هترد القلب بتفيدكم بكل التفاصيل. وبالنسبه يعني لو مش عارف صندوق الوصف فين، هتلاقي الرقم موجود قدامك على الشاشه. يلا نقول بسم الله ونبدا نوزع كروت. بسم الله. بسم الله. طاقتك، طاقة الحبيب عفوا، مشاعرك تجاهه، مشاعره تجاهك، شايفك ازاي، ايه نواياه، وايه خطوات القدم. لما الكروت كلها تكون واضحة باينة معانا. لا طبعا مش واضحة، عايزين نظبط الكتر. مش عارفة بقى كده هتبقى باينة ولا ايه، بس تمام كده. تعالى نسمي بالله ونبدأ بكده. بص يا حمل، مبدئيا كده انا شايفة ان اوضاعك مش احسن حاجة ومش الطف حاجة، ولكن شايفة ان في تغيرات كبيرة هتحصل يا برج الحمل في حياتك بشكل كبير مع بداية الاسبوع الاول من شهر فبراير. شايفه ان في احتفالات، في افراح، في عروض انت مستنيها. يمكن انت مستني من شخص ياخد اجراء تجاه العلاقه. شايفه كمان ان في بدايات جديده عندك يا برج الحمل. شايفه ان انت مستني عوده شخص انت بتحن له وبتشتاق له، بس انت خايف تتواصل معاه. يمكن الشخص ده ابتعد فجاه، يمكن كمان ابتدى مشكله علشان يهرب منك، كان بيتلكك لك. يمكن كمان انت اللي ابتعدت بسبب ضغط نفسي انت اتعرضت له مثلا، وفي الاخر الاسم انت اللي مشيت وانت اللي بعدت، بالرغم ان هو عارف ومتاكد ان انت خدت قرار البعد او قرار الانفصال علشان الوضع بقى لا يحتمل يعني، وبقى فوق طاقتك. بس انت لسه بتحب الشخص ده وباقي عليه، وانت متوقع ان هو يبقى عليك، متوقع رجوعه، فانت منتظر لسه اشاره منه، لسه منتظر مبادره منه. شايفه يا برج الحمل انت بيحصل عندك تحمل روحي، ويعني بيحصل تحول روحي وبيتخلى عن النهايات وبتبقى عايز تبتدي مع بدايه جديده مع حباك وشريكك. بس انت يا برج الحمل بقيت يعني بتوزن الامور شويه، ما بقتش تحكم بقلبك بس على المواقف او على المشاكل، وفي نفس الوقت مش بعقلك بس. فانا شايفه ان لسه مع بدايه الاسبوع الاول انت هتعمل التوازن من قلبك وعقلك، ولكن في كل الاحوال انا شايفه ان انت في علاقه ابديه مع حباك وشريكك. شايفه انت تاخد قرار كبير بخصوص العلاقه. شايفه ان يمكن انت بتمر بمشاكل ماديه برج الحمل، وامورك الماديه دي يعني مش مستقره ومش مساعداك ان انت يعني تاخد اي اجراء تجاه العلاقه. يعني انت لو عايز توثق علاقه فانت لسه يا برج الحمل ما عندكش الامكانيات اللي تخليك تاخد الخطوه دي. انا شايفه ان انت يا حمل عايز تحقق نجاح واستقرار في حياتك العاطفيه وفي حياتك العمليه. انت بتحب تعيش حياه الرفاهيه شويه، بتحب تهتم بنفسك، بتحب تعيش مستقل. شايف يا برج الحمل انت في طاقه انتظار وطاقه مراقبه بشكل كبير. شايف ان بدايه الاسبوع الاول من شهر فبراير انت بتحصل على النضج العاطفي بشكل كبير.
وشايفه ان انت على تم استعداد بدايات جديده، بس لما حبك وشكك هو اللي هيتواصل معاك. شايفه ان العلاقه بينك وبين يا برج الحمل علاقه رفقاء روح، علاقه سولميت، علاقه توأم شعلة. شايفه كمان ان انت بتتمنى رجوعه، وشايفه ان انت بتعشقه وبتعشق يعني كل تفاصيله، بتعشق كل حاجه فيه. حاسس كانك بتمر بمعضله كبيره، بازمه كبيره في بعض الشخص ده. شايفاك بتدعي ربنا ليل ونهار ان هو يرجع لك مره تانيه. شايفه ان في حيه بتحوم حواليك يا برج الاسد. انت يا اسد في مفترق طرق، حواليك اشخاص، يعني الاشخاص دي سامه، بتقويك، بتقسيك، بتخليك في حاله من الجمود. هي مخليك ضال طريقك وفاقد تركيزك ومع رؤيه الحقيقه بشكل كبير. شايفه ان انت بتواجه تحديات، صراعات، عقبات بشكل اكبر، ولكن انت مصر على النجاح والانتصار، مصر انت تتخطى جميع العقبات بشكل كبير جدا. شايفه ان انت بتستخدم عقلك وتركيزك وقوه ارادتك يعني علشان توصل للي انت عايزه، عشان توصل لهدفك. ما عندكش استعداد ان انت تتخلى عن اهدافك خالص او عن حقك يا برج الحمل. يعني انت لو ليك حق عند حد انت مصر ان انت تاخد حقك. انت مش تقبل حد تاني يجي عليك ولا يظلمك يا برج الحمل. ده بالنسبه لطاقتك انت يا حمل. خلينا نشوف طاقه شريكك. بالنسبه لطاقه شريكك يا حمل، مش انت بس اللي بتواجه تحديات، مش انت بس اللي بتواجه صراعات ولا مشاكل، هو كمان بيواجه نفس التحديات والصراعات والمشاكل. الشخص ده تعبان وخايف وقلقان ومضغوط، وعلى فكره هو عنده مشاكل كتيره وكبيره، مش مشاكل معاك انت بس، لا هو عنده مشاكل مع اهله، يمكن كمان مشاكل في محيط عمله. يعني كمان الشخص ده حرفيا يا برج الحمل مضغوط لدرجه ان هو يعني ما بقاش بيقدر يسيطر على نفسه. ممكن ينفعل، ممكن يقول كلام يوجع يجرح، ممكن ينهي علاقه في لحظه انفعال. شايفه ان هو في صراعات ومشاكل وجدال، وشايفه ان هو لا قادر يسيطر على نفسه ولا على المشاكل. ولكن مع بدايه الاسبوع الاول من شهر فبراير عام 2025 شايفه ان حبيبك وشريكك يا برج الحمل هيبتدي يسيطر على خوفه وعلى قلقه وعلى شكوكه، وهيبتدي يهدى، ويعني بصوا هيبتدي يوصل لمرحله كويسه، يتحلى بالصبر بالرحمه مع نفسه. شايفه ان هيكون عنده تغيير كبير جدا، وفي نفس الوقت الشخص ده هيقدر يغير نظرته من بعض المواقف اللي كانت سبب في مشاكل بينك وبينه يا برج الحمل. الشخص ده مازال متمسك بيك ولسه بيحبك. الشخص ده لو اخطأ في حقك فهو عارف كويس جدا ان هو غلط في حقك، وعايز يصلح غلطه ده، وعايز يتواصل معاك. حزين في بعدك وجواه طاقة مكبوتة بسبب البعد والانفصال. خلينا نشوف بص مشاعرك انت تجاه برج الحمل. بص يا حمل، الطرف الثالث هو كل يعني مشاكلك، يعني كل المشاكل اللي انت بتتعرض لها كانت بسبب الطرف الثالث. يمكن كمان الطرف الثالث كان سبب انهيار حياتك، سبب خراب اللي انت بتمر بيه، سبب مشاكل كتيرة. انت مش عايز العلاقة تسوء بينك وبين حبيبك وشريكك، ولكن انت ما انتش عارف وما انتش قادر تكمل في الوضع اللي انت فيه او بوجود الطرف الثالث، او ما انتش عايز تسمح للطرف الثالث ان هو يتدخل في حياتك خالص، او ان هو يتدخل بينك وبين حبيبك وشريكك اساسا يعني. فانا شايفه ان انت دلوقتي يا برج الحمل في مفترق طرق، متمسك بحبك وشريكك جدا جدا. شايفاك بتخطط للرجوع، بتخطط للمستقبل، ولكن خطواتك بطيئه لان انت تعتمد على الصبر في تحقيق اهدافك وطموحاتك يا برج الحمل. ولكن شايفه ان انت يا برج الحمل يعني هتبعد الطرف الثالث عن حياتك بشكل كبير، او هتسعى لده الفتره اللي جايه. وشايفه كمان ان انت يا برج الحمل هتبذل مجهود كبير جدا علشان يعني ترجع العلاقه مره تانية،
او ترجع حبك وشكك ليك مره تانية. وانت عندك الدافع ده يا برج الحمل على فكره. شايف يا برج الحمل ان في مشاكل كتيره وكبيره وعميقه بينك وبين حبك وشريكك يا برج الحمل بشكل كبير جدا. وشايفه كمان يا حمل ان المتزوجين سواء بقى حصل انفصال بشكل رسمي او لا، في مشاكل قضائيه ما بينك وما بينه خاصه بحقوق او بنفقات. وانت عايز يا برج الحمل تحل كل الخلافات والمشاكل وعايز تعمل تسويه لجميع المشاكل القضائيه. برج الحمل العلاقه بينك وبين حبيبك وشريكك هي علاقه طويله المدى. الشخص ده برج الحمل ما عندوش نيه ان هو يسيبك او ان هو يبعد عنك خالص، لا، ولا انت كمان انت متمسك بيه. كمان انا شايفه ان في وفاء يا برج الحمل، في حب، في اخلاص بشكل كبير. كل الحكايه ان انتوا الاثنين تحت ضغط نفسي بسبب الطرف الثالث. وطبعا العند بيزود المشاكل. فانا شايفه ان كل واحد يعني سنة تضحيه من التاني، كل واحد بيستنى التنازل. خلينا نشوف مشاعره هو تجاهك. يا برج الحمل كل واحد من ناحيته فيه اللي بيواسيه. كل واحد بيشوف المشكله من وجهه نظره. انا شايفه ان حبيبك وشريكك خايف وتعبان وقلقان، ومن كتر الخوف والقلق اللي هو بيشعر بيه حاليا هو مش عارف ياخد القرار الصحيح، او حاسس ان هو مشلول مش قادر يتحرر، خاصه ان في شخص سام موجود في حياه حبيبك وشريكك بيعميه عن رؤيه الحقيقه. ده اللي مخليه مش قادر يتصلح العلاقه بينك وبين برج الحمل. خليني اقول لك ان حبيبك وشريكك في بعدك حاسس بالوحده والالم والهجر والتخلي، حاسس ان الدنيا تسود في وشه. يعني الشخص ده مش مبسوط وغضبان غضب شديد، بيشعر بخيبه الامل بسبب البعد، الخصام، الانفصال، الطلاق. شايف يا برج الحمل ان حبيبك وشريكك مازال متمسك بيك، مازال عايزك. انت خليت العلاقه تسوء ما بينك وما بينه اكتر واكتر. هو شايف ان انت مش فارق معاك. انت مبسوط وبص وعايش من غيره، ويعني بص خلينا نشوف هو شايفك ازاي. برج الحمل، برج الحمل هو شايف ان في حد بيفرض سيطرته عليك، ان في حد مؤيدك بنسبة كبيرة، ان في طاقة سحر يا برج الحمل، وانت لا قادر تتحرر من طاقة السحر ولا تأثير الاشخاص عليك. هو شايف ان انت يمكن حاسس بده، وشايف ان انت بتحاول تتحرر يعني يا برج الحمل من الوضع اللي انت فيه، بس ما انتش قادر. ولكن مع بداية الاسبوع الاول من شهر فبراير عام 2025 بيحصل عندك تغيرات كبيرة، بيحصل عندك تحول روحي، وشايف ان انت بتحصل على النضج العاطفي بشكل كبير، وبتكون اكتر هدوء واكتر ود واكتر تسامح واكتر حب، يعني اكتر ايجابية، اكتر رغبة. كمان يمكن شايف ان انت عايز تتواصل معاه، عايز تتكلم معاه. كمان يا برج الحمل عايز تعرض عليه عرض خطوبة، عرض زواج، عرض صلح، عايز تبتدي معاه بداية جديدة، بداية تكون كويسة. يمكن كمان هو شايف يا برج الحمل ان اخطأ في حقك مثلا. عامة يا حمل هو شايف العلاقة بينك وبينه علاقة رفقاء روح، علاقة سلمية، علاقة توأم شعلة. هو شايف العلاقة بينك وبينه علاقة قوية، مستحيل ان هي تنتهي بالسهولة دي. خلينا نشوف ايه نوايا تجاهك يا برج الحمل. بص يا حمل، حباك وشيكك في طاقة انهيار، انفصال، طلاق.
الشخص ده بيشعر ان في وضع كارثي، مستحيل ان هو يعني بص ان هو يتصلح. الشخص ده تعبان ومصدوم صدمه كبيره جدا، في سوء تفاهم كبير جدا بينك وبينه بسبب الطرف الثالث. كمان يا برج الحمل انا شايفه ان حباك وشريكك يعني بصوا مجروح، بيتألم بشكل كبير، وصل لمرحله صعبه، مش قادر على الغياب والبعد. يعني هو حزين في بعدك بشكل كبير، وكمان مش عايز يقول، فاهم؟ عفوا. هو مش عارف يعمل ايه اساسا من غيرك عفوا، بس مش قادر يتقبل بقى الوضع اللي هو فيه. شايفه ان مع بدايه الاسبوع الاول من شهر فبراير، شايفه ان في تغيرات هتحصل. حباك وشريكك هيخرج من طاقه الوجع والالم والحسره وهيفكر بشكل ايجابي. شايفاه خط يعني هيخطط للمستقبل بشكل كبير. شايفه انه هيبتدي يسعى لتحقيق النجاح والاستقرار والاستقلال في العلاقه بشكل اكبر. شايفه ان هيبتدي يهتم بدقه التفاصيل يا برج الحمل اللي تساعده ان هو يوصل لك، او ان هو يصلح الوضع بينك وبينه. طب خلينا نشوف ايه خطواته القادمه يا حمل. حباك وشريكك يا حمل مبتعد عنك، وفي مسافه يعني طويله جدا بينك وبينه، وكمان البعض فيه بلوكات يا برج الحمل بشكل كبير. ولكن حباك وشريكك مازال بيحبك وبيتمناك، ومعاه مفتاح حل كل المشاكل يعني برج الحمل بشكل اكبر. وهيموت ويعرف اخبارك ويطمن عليك. الشخص ده بيحاول بقدر الامكان يثبت لك ان هو قادر يكمل بدونك. شايفه ان حباك وشريكك صادق جدا في احساسه ومشاعره تجاهك، ولكن هو زعلان منك واخد منك موقف وسابك تعمل اللي انت عايزه، وعايز يقولك ان انا مش هموت من بعدك. ولكن انا شايفه ان هو تعبان من غيرك وعايز يواجهك، عايز يتكلم معاك بكل صراحه، ولكن هو خايف وقلقان وتعبان وحزين وجواه طاقه مكبوته بسبب البعد والانفصال. فانا شايفه ان هو عايز يتساءل معاك يا برج الحمل. شايفه يا برج الحمل ان في خطوات حبيبك وشريكك القادمه انا شايفه ان حبيبك وشريكك هيتواصل معاك، هيقترح عليك اقتراح رومانسي، يعرض عليك عرض خطوبه، عرض زواج، عرض صلح. في رجوع، في صلح، وفي لم شمل يا برج الحمل بشكل كبير. خلينا نشوف النصيحه والتحذيرات بتقول لك يا برج الحمل. بتقول لك هنا ان تعني ان في تغيرات كبيره هتحصل في حياتك. عندك يا برج الحمل بدايات جديده، في فرصه سفر. البطاقه هنا بتعني ان انت محتاج تتعلم اكتر، تكتشف اسرار، تجمع معلومات، تبطل غموض يا برج الحمل. البطاقه هنا بتعني ان انت بتواجه مشاكل صغيره هتتحل خلال وقت قصير جدا، او ربما كمان قدامك فرصه سفر قريبه جدا. البطاقه هنا بتعني ان انت يعني ضروري تحدد طريقك وتتبع شعورك عشان النجاح يكون حليفك. اما بالنسبه للبطاقه هنا يا برج الحمل، فالبطاقه هنا بتقول لك ان في شخص مقنع عائق بينك وبين حباك وشريكك يا برج الحمل. كمان يا برج الحمل بالنسبه للبطاقه هنا، فالبطاقه كمان يا برج الحمل بتقول لك هتوصل لكل حاجه انت عايزها ان شاء الله، بس بالصبر هتوصل ومش هتصبر كتير. اما بالنسبه للنصيحه او الرساله ليك بشكل عام، فبتقول لك ايه اللي بيلهمك. يعني يا برج الحمل استفيد من بالهامك بشكل كبير علشان توصل لكل حاجه، وحاول ان انت تلاقي شيء يا برج الحمل، تلاقي الشيء اللي بيزود الهامك، سواء بقى كانت موسيقى، طعام، بيئة معينة، أي طريقة يعني بصوا صحية تانية. حاول إن أنت تلاقي الشيء اللي بيمنحك دايما دفعة من الإلهام، ثم خد إلهامك يا برج الحمل واهرب. حاول إن أنت تستريح وتحصل على الهدوء والسلام يا برج الحمل. من الناحية الصحية برج الحمل فصحتك مستقرة، من الناحية العملية والمالية فأمورك مستقرة ولا جديد الفترة دي.
برج الحمل. بكده نكون خلصنا القراءه بتاعتنا. اتمنى القراءه تكون طبق عليكم. بتمنى منك تعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه تواصلوا على الواتساب الموجود في صندوق الوصف او اللي موجود قدامكم على الشاشه، وهترد الادمن فيدكم بكل التفاصيل. واشوفكم فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.